كما كنتم مرحبا اهلا وسهلا الى اكثر الملاعب اقبالا جماهيريا في هذا اليورو. ملعب فرانك بوشكاس هنالك في بودابشت العاصمه المجريه. اكثر من 50,000 مناصر يحضرون او متفرج ايضا يحضرون مباراه البرتغال فرنسا من اجل المركز الاول او الثاني المؤهل الى دور الثمن النهائي من منافسات يورو 2020 الذي يجري في سنه 2021. مواجهة طارية بين البرتغال التي فازت على فرنسا منذ قبل 5 سنوات في يورو 2016. مواجهة بين بنزيما ورونالدو، بين رونالدو ومبابي. مواجهة لرونالدو الذي يحاول أن يسجل على فرنسا التي لم يسبق وأن سجل عليها في 6 مواجهات سابقة، مثلما لم يسبق وأن سجل على إنجلترا ولا على إيطاليا ولا على البرازيل ولا على حتى منتخب الأوروغواي بقيادة أنطونيو ماتيو لوهيراوس. الحكم الإسباني. ستنطلق هذه المباراة في فرنسا بتغييرات طفيفة، 3 تغييرات على مستوى التشكيلة، نفس الشيء بالنسبة للبرتغال بتغييرين. نبدأ ببطل العالم منتخب فرنسا هيغو لوريس في حراسة المرمى. كوندي سيكون على الجهة اليمنى، لوكا هرنانديز على الجهة اليسرى، بريسنيل، كيمبيمبي، فاران، بول بوجبا، نغولو كانتي، توليسو في وسط الميدان، مبابي وغريزمان وكريم بنزيما ثلاثي الخط الامامي. البرتغال روي باتريسيو من خطا. 3 حالات في كرة القدم الحديثة. كرة بعيدة، البحث عن مبابي لم يلحقها ولن يلحقها لأن روبن دياش مع موتشينيو ريناتو سانشيز بيريرا استلم في الوسط، يستلمها من هنالك مرة ثانية والانطلاقة من جريرو. لم تمر هذه الكرة. كيمبيمبي، رونالدو، جريرو، ضاعت الكرة. كوندي، ما زال جريرو محتفظ بالكرة، يلعبها بروعة ناحية اللاعب موتشينيو غير تماما لريناتو سانشيز. الخطير رونالدو سانشيز. شوف القوي ويقطعها من هنالك نغولو كانتي. تقريبا تشابه كبير في اللعب لما كان كانتي في سن هكذا ريناتو سانشيز، خلينا نقول، لانه كانتي ما عندوش مثيل، ولكن تعذر وينذر ويقترب موتشينيو. ضربة جزاء يحتسبها الحكم أنطونيو ماتيوس لصالح دانييلو بيريرا. ركلة جزاء بالجول على الجهة اليمنى بقوة رونالدو حتى يتخلص من هذه الكرة ويفتح مجال التسجيل للبرتغال. رونالدو لوريس، رونالدو جول على الجهة اليمنى وبقوة. اختار الزاوية وسدد الجول وسجل الجول. 1-0 للبرتغال للبرتغال بطل اوروبا امام فرنسا بطل العالم من ركلة جزاء جاءت من كرة واحدة. تم جينيو وتروح لجريزمان، لوكا هرنانديز مع جريزمان، ترجع لوكا مرة ثانية، مضطر يرجع. وين يا لوكا؟ وبرناردو سيلفا يخطئ في التقدير. يا كانتي، جاءك ريناتو. وصلت من ذلك من موتشينيو لبرناردو سيلفا من امام لوكا هرنانديز. رونالدو معه، برناردو يحاول يمر، يرجع للخلف تماما لموتشينيو. بعيدة الكرة هذه من موتشينيو بيسرى، بعيدة تماما على يمين الحريريتو. أنا لا أكتشفك اليوم ولا حتى الجمهور. هاي المراوغة. ريناتو سانشيز يلعبها في الوسط، راحت لجوتا، عنده الكرة الآن جوتا وكانتي وجوتا، ما زال جوتا. بأنه غريزمان لم يصل ولم يتقدم المنتخب الفرنسي منذ الكرة التي ضيعها مبابي وغريزمان. ما زال مبابي، ضيعتها. التغطية من موتشينيو، الحكم لم يقل شيئا. الكرة برتغالية. موتشينيو انطلق، يجد من هنالك برناردو سيلفا يمر. في عرضية راحت لرافائيل فاران وكوندي، فاران غريزمان على سيلفا. راح سيميدو، فتح له طريق. برناردو ما زالت لبها سيميدو، وصلته كرة خطيرة. سيميدو كيمبيمبي في التغطية يتمكن من هذه الكرة. راحت لمبابي وفي خطأ يصفر الحكم لكيليان. دانييلو بيريرا. يا غريزمان. برناردو ما زال. سيلفا عنده الكرة الآن. برناردو رجع لموتشينيو ولكن بعيدة. يا غريزمان يطلب منك مبابي وبنزيما انك تمرر لهم كرة مثل هذه. انت معروف بانك رائع من قبل.
ولكن اليوم رائع، دخلت في المباراة واكدت اليوم لفرناندو سانتوش بانك انجلترا كذلك. البيريرا يتقدم يبحث من هنالك عن برناردو سيلفا، وصلت لوكا هرنانديز، لعبها لبنزيما، مبابي بعيد عليه، بيبي في التغطية، برناردو سيلفا يحاول يمر، الحكم هنا يصفر خطأ ضد لوكا هرنانديز لصالح برناردو. 30 سنة وتياغو سيلفا 37 أو 38، في كثر اللاعبين من أصحاب خطيرة الكرة هذه بعيدة في الأمام، والتغطية دفاعية الكبيرة من زملائه، سيجدها من بوجبا، سيجدها من رافائيل فاران، سيجدها من توليسو، الكرة العرضية مبابي استلمها من هنالك على الجهة اليسرى، هاي الكرة الصعبة، هاي الكرة مبابي يرجع للخلف، لوكا هرنانديز وروبن دياش يتمكن. رائع التدخل هنا من بريسلر كيمبمبي، وما زال الكرة لم تخرج. سيميدو مرة ثانية يرجع لبرناردو سيلفا، يا موتينيو يرجع لريناتو، هذه تسديدة ولا تمريرة؟ أول مباراة يلعبها كأساسي، ثاني مباراة له مع منتخب فرنسا ضاعت من قبل اللاعب بوجبا وخطأ، ثم ضاعت مجددا، يستلمها جوتا على الجهة اليسرى، يحاول يمر ديوغو جوتا، رجع للخلف ريناتو سانشيز، الكرة العرضية انطلق كريم مبابي، راح مبابي استلم، مبابي وبنزيما حول يمر سيميدو، مبابي مر من الاول يبحث عن المراوغه، ما زال مبابي خطيره ركنيه. كما انت خطير يا كيليان، كما انت خطير يا كيليان. مبابي في تنفيذ الركنيه، غريزمان المجر عنده حظوظه في التأهل إذا تمكن من الفوز على المنتخب الألماني. جيريرو على الجهة اليسرى يحاول يمر، كوندي يتفوق، كورنتين، توليسو على جيريرو، جوتا جيريرو مرة ثانية، ريناتو سانشيز استلم الكرة من أمام بوجبا، يلعبها في الوسط، الكرة ضاعت من موتينيو، ولكنه توليسو يغير تماما في اتجاه بوجبا على الجهة اليمنى، الكرة في العمق خطيرة. كذلك بيبي، بوجبا ضيعتها، ريناتو سانشيز فوق، راحت لجوتا، انطلق، راح البرتغالي، جوتا ما زال، رونالدو، جوتا، لا 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 لا، هائلة من غريزمان، يتمكن من التفوق في هذه الكرة أنطوان. أن المنتخبان يريدان الذهاب نحو الهجوم، حتى المنتخب البرتغالي متعود أنه يبقى في الخلف. غريزمان راحت لجيريرو مرة أخرى، يلعبها بعيدة، تسترجع من كارتي، قاطع الكرات وقاطع الماء والكهرباء على أي لاعب أو على أي منتخب. غير تماما لريناتو سانشيز، ريناتو سانشيز، جيريرو على الجهة اليسرى مع جوتا، رجعت ريناتو مرة ثانية، يطلبها رونالدو، بوجبا استلمها في الوسط بالراس، يلعبها مباشرة لتوليسو، توليسو مرة ثانية من أمام ريناتو، تفوق عليه سانشيز ويستفيد من خطأ. نعم، رائع ومتميز ومبدع سانشيز، أنا لا توليسو يرجع مرة ثانية لجريزمان، بوجبا غريزمان معاه، يلعب مع الكرة، غريزمان راح لوكا هرنانديز، ولكن بعيدة كرة استلم على الجهة اليمنى، ما زال يحاول يدخل، ما زال برناردو، رجع للخلف، يلعب عليكم موتينيو، رونالدو، وضيعتها يا توليسو. تروح المانيا الأربع نقاط، البرتغال 4 نقاط كذلك، والمجر كرة خطيرة، بابي ضيعتها، أول فرصة وأول كرة وأول لعبة ضيعتها يا مبابي، خرج من هنالك خلف المدافعين وكاد يفعلها لا روي باتريسيو. مدافعين كم هي صعبة وخطيرة، أعطونا الإعادة لأنه كل شيء تم في غفلة مني، وأيضا أكيد من قبل سانشيز. خرج له موتينيو، لعب مع الكرة، توصل لرونالدو، راح سيميدو، رونالدو عنده الكرة الآن، رونالدو سيميدو، وصلته على الجهة اليمنى، سيميدو أرضية، وكيمبمبي يخرج الكرة في التماس لصالح البرتغال. بيبي مع سيميدو معاه برناردو سيلفا، يفضل يرجع لبيبي مرة ثانية، بيبي والكرات البعيدة العرضية تماما بعيدة على رونالدو، يا رافائيل يا فاران، يا فاران، يا فاران ماذا فعلت؟ جوتا يرجع لبوجبا، دخل كوندي وجوتا، بنزيما مرة ثانية استلم الكرة ودخل معاه بوجبا مرة ثانية، يلعب لكوندي، استلم كوندي، بوجبا، بنزيما، لا لبوجبا ولا لبنزيما، وغيريرو يستفيد من خطأ. الثلاث حالات في كرة القدم الحديثة، كرة بعيدة، البحث عن مبابي، لم يلحقها ولن يلحقها، لأن روبن دياش مع موتينيو، ريناتو سانشيز، بيريرا استلم في الوسط، يستلمها من هنالك مرة ثانية، والانطلاقة من غيريرو، لم تمر هذه الكرة. كيمبمبي
رونالدو غيريرو ضاعت الكرة، كوندي مازال غيريرو محتفظ بالكرة يلعبها بروعة ناحية اللاعب موتشينيو غير تماما لرونالدو سانشيز. هاو الخطير هاو الخطير هاو الخطير رونالدو سانشيز، شوف القوي ويقطعها من هنالك نقولوا كانتي. تقريبا تشابه كبير في اللعب لما كان كانتي في سن هكذا ريناتو سانشيز، خلينا نقول لانه كانتي ما عندوش مثيل، ولكن تحذر وينذر ويقترب موتشينيو. ضربة جزاء، ضربة جزاء يحتسبها الحكم أنطونيو ماتيولوس لصالح دانييلو بيريرا. ركلة جزاء بالجول على الجهة اليمنى بقوة رونالدو حتى يتخلص من هذه الكرة ويفتح مجال التسجيل للبرتغال. رونالدو لوريس، رونالدو جول، رونالدو جول على الجهة اليمنى وبقوة، اختار الزاوية وسدد الجول وسجل الجول. 1-0 للبرتغال للبرتغال بطل اوروبا امام فرنسا بطل العالم من ركلة جزاء جاءت من كرة واحدة. تم جينيو وتروح لجريزمان لوكا إرنانديز مع جريزمان، ترجع له لوكا مرة ثانية، مضطر يرجع وين يا لوكا، وبرناردو سيلفا يخطئ في تقدير يا كانتي جاءك ريناتو. وصلت من ذلك من موتشينيو لبرناردو سيلفا من امام لوكا إرنانديز، رونالدو معاه، برناردو يحاول يمر يرجع للخلف تماما لموتشينيو. بعيدة الكرة هذه من موتشينيو بيسرى، بعيدة تماما على يمين الحريريتو. أنا لا أكتشفك اليوم ولا حتى الجمهور. هاي المراوغة ريناتو سانشيز يلعبها في الوسط، راحت لجوتا، عنده الكرة الآن جوتا وكانتي وجوتا، مازال جوتا انه جريزمان لم يصل ولم يتقدم المنتخب الفرنسي منذ الكرة التي ضيعها مبابي وجريزمان. ما زال مبابي ضيعتها، التغطية من موتشينيو، الحكم لم يقل شيئا، الكرة برتغالية. موتشينيو انطلق، يجد من هنالك برناردو سيلفا يمر عرضية راحت لرافائيل فاران وكوندي، فاران جريزمان على التصل، راح سيميدو فتح له الطريق، برناردو ما زال طلبها سيميدو، وصلت الكرة خطيرة سيميدو. كيمبيمبي في التغطية يتمكن من هذه الكرة، راحت مبابي وفي خطأ يصفر الحكم لكيليان دانييلو بيريرا. يا جريزمان، برناردو ما زال، سيلفا عنده الكرة الآن، برناردو رجع لموتشينيو ولكن بعيدة. يا جريزمان، جريزمان يطلب منك مبابي وبنزيما انك تمرر لهم كرة مثل هذه. انت معروف بانك رائع من قبل، ولكن اليوم رائع، دخلت في المباراة واكدت اليوم لفرناندو سانتوش بانك انجلترا كذلك. البيريرا يتقدم، يبحث من هنالك عن برناردو سيلفا، وصلت لوكا إرنانديز، لعبها لبنزيما، مبابي بعيد عليه، بيبي في التغطية، برناردو سيلفا يحاول يمر، الحكم هنا يصفر خطأ ضد لوكا إرنانديز لصالح برناردو سنة. وتياغو سيلفا 37 أو 38 في كثر اللاعبين من اصحاب خطيرة الكرة هذه بعيدة في الأمام، والتغطية دفاعية الكبيرة من زملائه، سيجدها من بوجبا، سيجدها من رافائيل فاران، سيجدها من توليسو. الكرة العرضية مبابي استلمها من هنالك على الجهة اليسرى، هاي الكرات الصعبة، هاي الكرات مبابي يرجع للخلف، لوكا إرنانديز وروبن دياش يتمكن. رائع التدخل هنا من بريسلر كيمبيمبي، وما زال الكرة لم تخرج. سيميدو مرة ثانية يرجع لبرناردو سيلفا، يا موتشينيو يرجع لريناتو. هذه تسديدة ولا تمريرة؟ أول مباراة يلعبها كأساسي، ثاني مباراة له مع منتخب فرنسا، ضاعت من قبل اللاعب بوجبا وخطأ، ثم ضاعت مجددا، يستلمها جوتا على الجهة اليسرى، يحاول يمر ديوغو جوتا، رجع للخلف، ريناتو سانشيز، الكرة العرضية انطلق كريم، مبابي استلم، مبابي وبنزيما حول يمر، سيميدو، مبابي مر من الاول، يبحث عن المراوغه، ما زال مبابي خطيره ركنيه. كما انت خطير يا كيليان، كما انت خطير يا كيليان. مبابي في تنفيذ الركنيه، جريزمان
المجر عنده حظوظه في التأهل إذا تمكن من الفوز على المنتخب الألماني. جيريرو على الجهة اليسرى يحاول يمر كوندي يتفوق كورنتين توليسو على جيريرو جوتا جيريرو مرة ثانية ريناتو سانشيز استلم الكرة من أمام بوجبا يلعبها في الوسط الكرة ضاعت من موتينيو ولكنه توليسو يغير تماما في اتجاه بوجبا على الجهة اليمنى الكرة في العمق ممتازة خطيرة كذلك بيبي بوجبا ضيعتها ريناتو سانشيز فوق راحت لجوتا انطلق راح البرتغالي جوتا ما زال رونالدو جوتا لا 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 هائلة من جريزمان يتمكن من التفوق في هذه الكرة أنطوان. أن المنتخبان يريدان الذهاب نحو الهجوم حتى المنتخب البرتغالي متعود أنه يبقى في الخلف. جريزمان راحت جيريرو مرة أخرى يلعبها بعيدة تسترجع من كاتي قاطع الكرات وقاطع الماء والكهرباء على أي لاعب أو على أي منتخب. غير تماما لريناتو سانشيز جيريرو على الجهة اليسرى مع جوتا رجعت ريناتو مرة ثانية يطلبها رونالدو بوجبا استلمها في الوسط بالراس يلعبها مباشرة لتوليسو مرة ثانية من أمام ريناتو تفوق عليه سانشيز ويستفيد من خطأ. نعم رائع ومتميز ومبدع سانشيز. أنا لا اليمنى توليسو يرجع مرة ثانية لجريزمان بوجبا جريزمان معاه يلعب مع الكرة جريزمان راح لوكا هرنانديز ولكن بعيدة كرة استلم على الجهة اليمنى ما زال يحاول يدخل ما زال برناردو رجع للخلف يلعب عليكم موتينيو رونالدو وضيعتها يا توليسو. تروح ثمانية الأربع نقاط البرتغال 4 نقاط كذلك ولما جرب كرة خطيرة بابا ضيعتها أول فرصة وأول كرة وأول لعبة ضيعتها يا مبابي خرج من هنالك خلف المدافعين وكاد يفعلها الأول روي باتريسيو. مدافعين كم هي صعبة وخطيرة أعطونا الإعادة لأنه كل شيء تم في غفلة مني وأيضا أكيد من قبل سانشيز. خرج له موتينيو لعب مع الكرة توصل لرونالدو راح سيميدو رونالدو عنده الكرة الآن رونالدو سيميدو وصلته على الجهة اليمنى سيميدو أرضية وكيمبيمبي يخرج الكرة في التماس لصالح البرتغال. بيبي معاه سيميدو معاه برناردو سيلفا يفضل يرجع لبيبي مرة ثانية بيبي والكرات البعيدة العرضية تماما بعيدة على رونالدو يا رافائيل يا فران يا فران ماذا فعلت؟ جوتا يرجع لبوجبا دخل كوندي وجوتا بنزيما مرة ثانية استلم الكرة ودخل معاه بوجبا مرة ثانية يلعب لكوندي استلم كوندي بوجبا بنزيما لا لبوجبا ولا لبنزيما وغيريرو يستفيد برناردو سيلفا هو خطير برناردو رونالدو كيمبيمبي رونالدو مضطر للخروج من منطقة العمليات يرجع لبرناردو سيلفا برناردو مع كريستيانو مع موتينيو يقترب منه حاول يمر من امام كيمبيمبي والحكم يصفر خطأ لصالح رونالدو لو يخرج لك البطاقة الصفراء يا كيمبيمبي. لوكا مع مبابي استلم الكرة كيليان دخل لوكا مبابي ما زال حاول يمر مبابي يلعبها للوسط لبوجبا دخل مبابي من خطأ. 3 حالات في كرة القدم الحديثة كرة بعيدة البحث عن مبابي لم يلحقها ولن يلحقها لأن روبن دياش مع موتينيو ريناتو سانشيز بيريرا استلم في الوسط يستلمها من هنالك مرة ثانية والانطلاقة من جيريرو لم تمر هذه الكرة كيمبيمبي رونالدو جيريرو ضاعت الكرة كوندي ما زال جيريرو محتفظ بالكرة يلعبها بروعة ناحية اللاعب موتينيو غير تماما لريناتو سانشيز الخطير رونالدو سانشيز شوف القوي ويقطعها من هنالك نقولوا كانتي. تقريبا تشابه كبير في اللعب لما كان كانتي في سن هكذا ريناتو سانشيز خلينا نقول لانه كانتي ما عندوش مثيل ولكن يحذر وينذر ويقترب موتينيو ضربة جزاء يحتسبها الحكم أنطونيو ماتيولاس لصالح دانييلو بيريرا ركلة جزاء بالجول على الجهة اليمنى بقوة رونالدو حتى يتخلص من هذه الكرة ويفتح مجال التسجيل للبرتغال. رونالدو لوريس رونالدو جول
على الجهة اليمنى وبقوة اختار الزاوية وسدد الجول وسجل الجول. 1-0 للبرتغال للبرتغال بطل أوروبا أمام فرنسا بطل العالم من ركلة جزاء جاءت من كرة واحدة. تم موتينيو وتروح لجريزمان لوكا إرنانديز مع جريزمان ترجع له لوكا مرة ثانية مضطر يرجع وين يا لوكا وبرناردو سيلفا يخطئ في تقدير يا كانتي جاءك ريناتو وصلت من ذلك من موتينيو لبرناردو سيلفا من امام لوكا إرنانديز رونالدو معاه برناردو يحاول يمر يرجع للخلف تماما لموتينيو بعيدة الكرة هذه من موتينيو بيسرى بعيدة تماما على يمين الحريريتو. وانا لا اكتشفك اليوم ولا حتى الجمهور. هاي المراوغة ريناتو سانشيز يلعبها في الوسط راحت لجوتا عنده الكرة الان جوتا وكانتي وجوتا ما زال جوتا بانه جريزمان لم يصل ولم يتقدم المنتخب الفرنسي منذ الكرة التي ضيعها مبابي وجريزمان. ما زال مبابي ضيعتها التغطية من موتينيو الحكم لم يقل شيئا. الكرة برتغالية موتينيو انطلق يجد من هنالك برناردو سيلفا يمر عرضية راحت لرافائيل فاران وكوندي فاران جريزمان على سيلفا راح سيميدو فتح له الطريق برناردو ما زال طلبها سيميدو وصلته كرة خطيرة سيميدو كيمبيمبي في التغطية يتمكن من هذه الكرة راحت لمبابي وفيك خطأ يصفر الحكم لكيليان دانيلو بيريرا. يا جريزمان برناردو ما زال سيلفا عنده الكرة الآن برناردو رجع لموتينيو ولكن بعيدة. يا جريزمان يطلب منك مبابي وبنزيما انك تمرر لهم كرة مثل هذه. انت معروف بانك رائع من قبل ولكن اليوم رائع دخلت في المباراة واكدت اليوم لفرناندو سانتوش بانك انجلترا كذلك. البيريرا يتقدم يبحث من هنالك عن برناردو سيلفا وصلت لوكا إرنانديز لعبها لبنزيما مبابي بعيد عليه بيبي في التغطية برناردو سيلفا يحاول يمر الحكم هنا يصفر خطأ ضد لوكا إرنانديز لصالح برناردو سيلفا. هو خطير رونالدو كيمبيمبي رونالدو مضطر للخروج من منطقة العمليات يرجع لبرناردو سيلفا مع كريستيانو مع موتينيو يقترب منه حاول يمر من امام كيمبيمبي والحكم يصفر خطأ لصالح رونالدو. لو يخرج لك البطاقة الصفراء يا كيمبيمبي. لوكا مع مبابي استلم الكرة كيليان دخل لوكا مبابي ما زال يحاول يمر مبابي يلعبها للوسط لبوجبا دخل مبابي وركلة جزاء يصفرها حكم المباراة. يقولوا له أنت مجنون يا سيد الحكم من فضلك يقول بيبي شوف الفار ماذا يقول. هو الذي اصطدم بي وليس أنا الذي اصطدمت به. طيب روحوا راح نشوف الفار ونرجع للفار. كم هو مفيد تعديل النتيجة كم هو مفيد تسجيل هدف في هذه اللحظات. كريم على الجهة اليمنى من هنالك بنزيما جول بنزيما على اليمين يرد على رونالدو مثل ما سجل على يمين الحارس. كريم يفتح عداده في اليورو ويفتح عداده امام البرتغال وامام رونالدو وامام روي باتريسيو من ركلة جزاء مثل ما حدث للبرتغال. 1-1 صارت النتيجة الان. لوكا إرنانديز لم يتمكن رجعت لبريزنال كيمبيمبي ضيعها هرب برناردو سيلفا رونالدو رافائيل فاران يغطي الكرة من امبي يطلبها جريزمان يوصلها مباشرة لتوليسو واستلمها كوندي خلفه توليسو بابا جول لا هذه المرة يقول الحكم ليس هناك الحكم لم يصفر ويبدو انه لن يصفر حتى يسجل جول. تلعب مع موتينيو رونالدو يسقط والجريزمان يسترجع والحكم يصفر نهاية الشوط بالتعادل 1-1 كله إثارة. البرتغال جول فرنسا جول. موعدي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. أيمن الذي سيدخل الآن في هذه المباراة قلت يلعب مباراته الخامسة فقط مع منتخب بلاده يأخذ مكان لما انتبه يأخذ مكان
دانيلو بيريرا، نعم هو اللي يخرج. دانيلو بيريرا يدخل في مكانه جواو ريناتو سانشيز. جوتا مع برناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو ومبابي يحاول يمر من امام بيبي تفوق عليه. نبدا هذه المره ببطل اوروبا بقياده ريناتو سانشيز. هو بول بوجبا يلعبوا لعبه مباراه كبيره في الشوط الاول. رونالدو استلم وصل لبرناردو سيلفا ولوكادين يتفوق. وجزئيات صغيرة تلعب في هذا الشوط الثاني من عمرية المباراة. إذا رجعت ألمانيا وخسر البرتغال. كرة خطيرة، بابا 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 جول، وضع التسلل، جول وضع التسلل من كريم بنزيما في اللعبة الماضية. يا لا من تمريرة في منتهى الروعة، يا له من طلب كرة في العمق من كريم بنزيما. هرب سدد الكرة وضربت في القائم الأول، وسيتأكدون من وضع التسلل. جول 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 جول. كريم بنزيما يسجل الثاني ويعقد من مأمورية البرتغال. يا سلام، الفرحة كانت فرحتان. الفرحة من سيناريو أنك تسجل الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني بهكذا الشكل أمام منتخب البرتغال. سيخرج البرتغالي رونالدو. ارتقاء من الطائر رونالدو، الراسية مرت سلامات من أمام كيمبيمبي. سينكشف فاران مع حارسو، وفاران يلعبها في الوسط بعيد على جريزمان، توصل لكريم لمبابي. هرب مبابي، راح مبابي، دخل مبابي، مازال مبابي ويلعب بالكرة. من هنالك سيميدو يتفوق. ريناتو سانشيز استلم الكرة. بالينيا يلعب مع بالينيا الكرة هذه. بالينيا غير تماما لرونالدو، متسلل أم لا؟ استلمها رونالدو فالدورة. اللاعبين الفرنسيين يحبذون وضعيات مثل هذه عندما يكونوا فايزين ويرجعوا يتراجعوا في الخلف. رافائيل فاران وخروج موفق من هنالك من إيغوروليس. ادريان رابيو يلعبها في الوسط لبنزيما. بنزيما دياب مبابي، مبابي بنزيما. حسبنا المباراة الودية اللي لعبها الأخيرة زايد مباراتين أمام المجر وألمانيا. جريزمان يستفيد من خطأ بالينيا، يتدخل الحكم. يرجع لريناتو سانشيز. ريناتو سانشيز في الوسط، الكرة يلعبها لموتينيو. موتينيو رونالدو دخل على الجهة اليسرى. رونالدو 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 وكوندي الحارس. وركلة جزاء يصفرها الحكم. ركلة جزاء بعد لمسة يد من كوندي. رونالدو يعيد البرتغال في المباراة. طبعا إذا سجل ركلة الجزاء. نعم الثاني وهدف التعديل. رونالدو ولوريس، كريستيانو وايجو. رونالدو ولوريس. رونالدو بالقوة على الجهة اليمنى. قلنا لك يا ايجو يا لوريس. رونالدو يعدل، رونالدو يرد على بنزيما. رونالدو يسجل هدفه الثاني. رونالدو يصبح هداف اليورو. رونالدو يسجل هدفه 109. صام عن التسجيل امام فرنسا وعندما افطر. وصلت لمبابي، ضيعها مبابي، استلمها برناردو سيلفا وهرب على الجهه اليمنى. برناردو مبابي، برناردو مبابي يخطئ. الحكم يصفر خطا ضد كيليان لصالح برناردو سيلفا. فرحة الهدف الثاني اللي سجله المنتخب المجري. الكرة خطيرة، مبابي، مبابي وكريم. واحد منهما سيسجل ثلاثية، بنزيما أو رونالدو. الكرة تلعب من ريناتو سانشيز، خرجها بعيدة تماما. هذه هي الكرة. المجر صارت متفوقة الآن. شوف سبحان الله، لصالح عناصر المنتخب الفرنسي. رجعت للخلف الكرة هذه. رابيو، بنزيما 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 يرجع للخلف. وبوجبا، خطيرة الكرة هذه، خطيرة. بوجبا خطيرة، تسديدة جول. بابا 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 جريزمان. روي باتريسيو ينقذ البرتغال وما زال بوجبا مرة ثانية. يا سلام عليك يا بول يا بوجبا. شوفوا المراوغة ريناتو سانشيز. ريناتو سانشيز، هذا ريناتو سانشيز لم يقحمه فرناندو سانتوش اساسي في المباراتين الاولى والثانيه لولا الضغوطات الاعلاميه وحتى فنيه. فاران، كانتي مع كومان جريزمان كوندي. وينو بنزيما. برناردو سيلفا. رجعت بول بوجبا، توصل لكريم بعيدة.
كرة كريم بنزيما بعيدة رونالدو، ما زال بالينيا عنده الكرة الآن، يلعب لكريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا، رونالدو كمان وكينغسلي وبريسنل كيمبمبي عفوا تفوق، راحت بالينيا بعيدة تماما. الكرة تلعب في الوسط في اتجاه اللعب على الجهة اليمنى، بنزيما يطلبها راديو، يجد مبابي، مر مبابي، دخل مبابي، راح مبابي مع سيميدو، مبابي والتوزيع وروبن دياش وبالينيا يرجع مفاسهم ويسترجعوا لياقتهم. ما زالت الكرة عند رافائيل فاران، يلعب مع كومان، صنع الفارق منذ دخوله كومان، كينغسلي كومان الراسية، روبن نيفيش يخرجها، راحت لأدريان رابيو والكرة راحت في التماس. وصاروا الثلاثة متأهلين، فرنسا والمانيا. ثانية من هنالك مع ديوغو جوتا، ريناتو استلم، كرة صعبة، ريناتو محارب هذا رونالدو. البرتغاليين نسمع صافرة الاستهجان في مدرجات الملعب من جماهير المجر على هذا الأداء في هذه اللحظات من عمر المباراة. الفريقان وكأنهما يكتفيان بهذا التعادل. هاو التدخل من بريسلان كيمبمبي وبطاقة صفراء ينالها في هذه اللقطة. بعد يرجع دالوت وبرونو فرنانديز رونالدو دفاعه وكانتي يخطف الكرة والحكم يخلي بيبي مع دالوت، يفضل الكرة البعيدة من بيبي بحثا عن روبن عن رائعة من برونو فرنانديز. هذه و بلجيكا ستواجه البرتغال. كومان وجول جريزمان الكرة البعيدة عالية في وقت كنت أقول الثاني في هذه المجموعة الصعبة. البرتغال في المركز الثالث، الكرة بعيدة، يخرج بالكرة روبن، يتقدم روبن، يرسلها بعيدة تماما على الجهة اليمنى، توصل مباشرة لبرونو فرنانديز وانطلق كينغ. الكرة تلعب مع ادريان رابيو، يرجع لبول بوجبا مرة ثانية، بوجبا يلعبها لكومان، كينغسلي كومان يحاول يمر على الجهة اليسرى، كومان ما زال دخل الحكم يقول لا، الحكم يقول لا، ليس هناك ركلة جزاء يا كينغسلي يا كومان، كاد يباغتهم. اللاعب بالينيا ترجع له بيبي مرة ثانية، يرسل الكرة بعيدة صعبة. كومان ينقذ فرنسا من امام كريستيانو رونالدو، او كوندي يتدخل من امام كريستيانو رونالدو. كرة بيبي بعيدة في العمق. لاوس يصفر نهاية هذه المعركة بين بنزيما ورونالدو. البرتغال وفرنسا، فرنسا رائدة ترتيب، البرتغال ثالثة. المتعة ما تزال متواصلة مع مباريات في القمة في الدور الثمن النهائي، فما بالكم بالدور الربع النهائي. شكرا لكم، كاكم أنتم بخير سيداتي ونسي سادتي، سلام.